هذا وقد ودعت محافظة الشرقية أحد أبنائها الذين استشهدوا في حادث رفح الإرهابي في مشهد مهيب تعالت خلاله نداءات أهالي الفقيد بالقصاص من القتلة. حمدي جمال محمود شاب مصري في عمر الزهور من محافظة الشرقية، ترك أهله وبيته وبلدته خلف ظهره قاطعا المسافات الطويلة من أجل الواجب المقدس. نعم، وأي قداسة بعد الدفاع عن الوطن أو السهر على حماية حدوده تكون؟ الشهيد نفسه وقد خط بيده على جدران منزله قبل مماته إعزازه وفخره بهذا الشرف، إلا أن الشياطين من بني الإنس حالوا بينه وبين الاستمرار في أداء واجبه ليعود إلى أهله محمولا على الأعناق ضحية عمل جبان. أخويا شهيد ومات شهيد ورفع رأسه وهو مات شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الأم الثكلى ودعت ابنها في آخر إجازة من البيت ولم تستقبله كعادتها في البيت أيضا. لم تكن لتدري أن تكون في استقباله هذه المرة ولكن في المقابر لتودعه الوداع الأخير. لقوم هذا العمل بقى إهمال منا احنا، واحنا معلش إهمال منا، وحسب الله ونعم الوكيل. لو احنا جد واحنا صح مش كان هم هيعملوا كلام بس. برقية أراد والد الشهيد توجيهها إلى من بيدهم الأمر في هذه البلاد. وناشد الرئيس محمد مرسي والمشير محمد طنطاوي، أقول لهم اتقوا الله في مصر وفي شعب مصر، بس اتقوا الله في مصر وفي شعب مصر بس، ولو اتقوا الله فينا كل حاجة هتمشي بما يرضي الله. الدماء الزكية لابن بلدة الشافعي عبد المنعم بمركز كفر صقر في محافظة الشرقية أمست مع دماء باقي زملائه من شهداء هذا العمل الدنيء أمانة في عنق كل مسؤول حتى تسترد حقوقهم كافة. هنا يرقد جثمان أحد جنودنا الأبرار الذين راحوا ضحية لحظة الغدر، ولتعلم كتيبة الشيطان أنها لن تستطيع محو كل أبنائنا من جنودنا الأبرار من على الوجود، ولكن في وسع أبنائنا من الجنود المصريين أن يقوموا بمحوهم من على الوجود هم ومن يقف من خلفهم. أولم يقل الذي لا ينطق عن الهوى بأنهم خير أجناد الأرض؟ شهاب شعلان، النيل.